عاد الطيار السويسري إيف روسي بعد عبوره بحر المانش وتحليقه فوق جبال الجراند كانيون ليدهشنا من جديد بطيرانه الاستعراضي فوق جبال الألب. وكان روسي قد حقق إنجازا علميا غير مسبوقا حين أصبح أول إنسان يحلق في السماء باستخدام جناح ذي محركات نفاثة بعيدا عن قيود وجدران الطائرات. حلم البشرية في رؤية إنسان يطير في السماء ويحلق فوق الرؤوس تحول من خيال إلى حقيقة. وقد تظن للوهلة الأولى أنك تشاهد طائرة صغيرة تحلق في كبد السماء، إلا أنه في واقع الأمر السويسري إيف روسي أول إنسان في العالم ينجح في الطيران باستخدام محرك يعمل بالوقود مثبت فوق ظهره على هيئة جناح. روسي اخترع بذلة مزودة ب4 محركات نفاثة يرتديها فوق ظهره ويمكنه استخدامها في التحليق مثل الطيور وفي الهواء الطلق بعد القفز من الطائرة. وعلى عكس الطائرات فإن اختراع السويسري الذي عمل في وقت سابق من حياته بالطيران المدني والعسكري ليس به أجهزة توجيه، ومثل ما تفعل الطيور فهو يستخدم جسده في عملية التوجيه. أثناء مغامرته الجريئة في الجو وثب إيف روسي من طائرة مروحية بعد الصعود إلى ارتفاع مناسب، وأجرى هذا الطيار عدة مناورات فوق جبال الألب السويسرية إلى جانب طائرتين من طراز الباتروس. الجهاز حتى الآن غير مجهز للاستخدام الجماهيري، فالرجل الطائر استخدم المظلة للنجاة من حوادث محققة أكثر من 20 مرة حتى الآن، بعد أن عانى من اضطرابات بين السحب وغيرها من الظروف الطارئة، غير أنه لا شك في أن هذه الأجنحة الميكانيكية ستكون إحدى الثورات في عالم النقل في عالمنا، سواء في المستقبل القريب أم البعيد، ليتحقق بذلك حلم إيكار في الأساطير اليونانية أو حلم الأندلسي عباس بن فرناس. نوفان هلسة، أحمد خميس الجنابي، روسيا اليوم.